حكيم زياش يشتم الفنانة فاتي جمالي. إليكم القصة على لسانها. تحولت الفنانة فاتي جمالي لموضوع سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت للتجاهل ثم الشتم من طرف نجم المنتخب الوطني حكيم زياش عند لقائهما صدفة في تركيا، بحسب ما نشرت على حسابها بالإنستغرام. ونقلت جمالي لمتابعيها واقعة مجرى بينها وبين الدولي المغربي خلال لقائهما، رغبة منها في النيل من سمعته، غير أن العكس ما حصل، إذ تحولت الفنانة المغربية لموضوع سخرية من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. وحكت الفنانة فاتي جمالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام أنها صادفت زياش في أحد المتاجر التجارية في تركيا، وحاولت إلقاء التحية عليه، غير أنه لم يرد عليها بطريقة تحمل نوعا من التكبر والتجاهل. جمالي لم تستصغي رد فعل زياش اتجاهها، وهو ما عبرت عنه عندما صادفته للمرة الثانية عند باب أحد الفنادق، قبل أن تصدم بجواب عبارة عن شتيمة باللغة الإنجليزية بحسبها. ويظهر أن جمالي شاركت ما حصل لها مع الجمهور ظنا منها أنها ستفضح غرور زياش، غير أن النتيجة كانت عكسية تماما، بل جعلتها تفاصيل الواقعة مادة للسخرية.